ايوه، هو ده الصوت المظبوط للجلاش المورق. النهارده بقى هنعمل الجلاش بالمهلبيه من غير دقيق ولا نشا، بمكون جديد اول مره تعرفوه. اسرار المحلات بقى يا جماعه، طعمه مختلف تماما عن طعم الجلاش العادي اللي بيتعمل بالدقيق والنشا. وهقول لكم ازاي يطلع معاكي مورق بالشكل ده، وسر التسويه الصحيحه من الاخر كده. هتبقي استاذه فيه حتى لو اول مره تعمليه. بس لو اول مره تشوفي قناتي، اتمنى انك تشتركي في القناه وما تنسيش تعملي لايك وشير كتير لاصحابك وقرايبك عشان يدعولك على الوصفه الجميله السهله دي. ويلا بينا نسمي الله ونبدا في وصفتنا. قبل اي حاجه هنجهز الشربات بتاعنا لانه لازم يكون بارد. هنحتاج كوبايه ونص من السكر، اي سكر طبعا متوافر عندك، وكوبايه واحده بس من الميه. هنرفع العسل بتاعنا على حراره متوسطه، ومش هنقلبه خالص لغايه ما يبدا يغلي معانا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد كده هجيب فرشه وشويه ميه، وعلى الاحرف بتاعه الحله هعمل بالفرشه بالشكل ده. الحركه دي من داخل اكبر محلات الحلواني عشان ما يسكرش معاكي. بعد كده هنحط كيس من الفانيليا. اتبعي كل الخطوات دي، هيطلع معاكي شربات مظبوط 100%. اخر حاجه بقى هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نعصر نص ليمونه زي ما انت شايفه معايا كده بالشكل ده. كل الخطوات دي لازم تعمليها مظبوط كده عشان يطلع معاكي شربات ناجح جدا. تمام. بعد كده هسيبه بقى على نار هاديه لمده 5 دقايق، مش اكتر من كده. هسيبه يغلي بس 5 دقايق مش اكتر من كده عشان ما يسكرش معايا. بعد كده هبتدي ان انا ارفعه من على النار. تمام كده زي ما انت شايفه معايا بالشكل ده. بعد كده هنفضيه في اي بوله واسيبه يبرد خالص لغايه ما نحضر الجلاش بتاعنا. معايا بقى لفة جلاش بنسيبها تفك خالص لو كانت متفرزة في الفريزر، وتبقى كل ورقة بورقتها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. طبعا الخطوة دي مهمة جدا، ما ينفعش الجلاش بتاعي يكون ناشف او متفرز لسه ونستخدمه. تمام. بعد كده بجيب بقى صينية مقاس 32 او 30 المتوافر عندك. عادة هي بتكون اكبر مقاس في طقم الصواني اللي بيبقى في البيت ده. ببدأ بقى اقطع الجلاش حوالين الصينية كده بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، بشكل دائري كده. وطبعا اللي بيتقطع ده مش هيترمي خالص، هنستخدمه برضو. وطبعا بنغطيه بعد ما نخلص كده. شايفين التقطيعة بقى بتبقى عاملة ازاي؟ بنغطيه بقى بعد كده عشان ما ينشفش معايا من الهواء بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. انا هستخدم بقى ان شاء الله في وصفتي النهارده نص كوبايه من السمنه، وممكن تستخدمي سمنه على زيت مفيش مشكله. ومش هنحتاج اكتر من نص كوبايه، ممكن اقل. تمام. مهم جدا ادهن الصينيه بتاعتي كويس جدا بالشكل ده. بعد كده هجيب بقى كل ورقه احطها في الصينيه وادهنها كويس جدا بالسمنه لحد ما اخلص نص كميه الجلاش. لازم ادهنها كويس جدا عشان تطلع الطبقات متورقه معايا. تمام. ما ينفعش احطهم كده كلهم، يعني في طريقه كده بحطهم على بعض، بس بصراحه انا محبتهاش. انا حبيت الطريقه دي اكتر. حتى لو هتحطي كميه بسيطه جدا بين الورق بس بيديني توريقه حلوه جدا. تمام. بعد كده انا قلت لكم القطعه دي مش هنرميها خالص، هنبتدي بقى نحطها في النص كده بعد ما نخلص نص كميه الجلاش. هنحطها بالشكل ده، اكيد مش هتترمي يعني. تمام. وهدهنها برضو بشويه من السمنه بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. بعد كده الخطوه اللي بعد كده هنحضر الحشوه بتاعتنا اللي هي من غير دقيق ولا نشا. تمام. هجيب بقى الحله بتاعتي كده وهحط 3 معالق كبار من السكر. والمكون الجديد بقى معايا النهاردة هو 3 معالق كبار من دقيق السميد او دقيق البسبوسة. هنحط 3 معالق كبار كده. عايزة اقول لكم بقى ان دقيق البسبوسة ده بيديني طعم مميز جدا للحشوة بتاعتنا النهاردة، يختلف تماما عن طعم المهلبية اللي بالنشا والدقيق. حاجة كده طعمها تحفة بجد، لازم تجربوها. تمام. هنحط بقى كوبايتين من الحليب. طبعا لو مش متوفر عندك كمية كبيرة من الحليب ممكن تستخدمي كوباية من الحليب وكوباية من المية، مفيش اي مشكلة خالص. تمام. وبعد كده ببتدي ان انا اقلبهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب مع الحليب. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. بعد كده برفعها على حرارة متوسطة مع التقليب المستمر. هنحطها كده على حرارة متوسطة، مش حرارة عالية ما ينفعش عشان ما يكلكعش معايا. تمام. ببتدي ان انا اقلبه كويس جدا عشان ما يكتلش معاكي ويكلكع وايه ويضايقك بعد كده. ناخد بالنا كويس جدا
ان احنا لازم نفضل نقلب فيه، ايدينا ما تتشالش من عليه خالص. وطبعا هننزل بكيس كده من الفانيليا بيديني ريحة حلوة جدا للحشوة بتاعتنا. وبنبتدي نقلب كده، هنلاحظ ان القوام كل ما يسخن الحليب كل ما يبتدي القوام يتقل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. شايفين ابتدى يتقل خالص اهو. اخر مكون معايا لو متوفر حطيه، لو مش متوفر مفيش مشكلة، بس هو بيديني طعم حلو قوي. هو مكعب من الزبدة. شايفين القوام بتاعها تقل خالص ازاي؟ ببتدي ان انا انزل بيها كده على الجلاش وهي لسه سخنة، لان انت لو سبتيها شوية كمان هتكتل معاكي ومش هتعرفي تنزليها من الحلة. تمام. وهسيبها تبرد خالص، وبعد كده هبتدي انزل بقى بباقي كمية الجلاش بتاعتي. وزي ما قلتلكوا لازم بين كل ورقة وورقة بحط كمية من السمنة والزيت، او لو عندك زيت مفيش مشكلة، المتوفر عندك استخدميه. مهم جدا ان انا اورقها كده بالشكل ده عشان تطلع في الاخر معاكي كل ورقة بورقتها كده ومورقة ومفرغة وطعمها حلو جدا. تمام. زي ما انت شايفة معايا كده بالشكل ده. خلاص كده انا خلصت كل كمية الورق اللي معايا. هبتدي بقى ان انا اجيب اي سكينة عندي وهبتدي ان انا اقطعهم كده مثلثات بالشكل ده. حابة ان انت تقطعيها مثلثات مفيش مشكلة، او مربعات، او الشكل السمبوكسات ده اللي انت حباه مفيش اي مشكلة خالص. عشان تسهلي كمان على نفسك ممكن تستخدمي سكينة مشرشرة كده. السكينة دي بتسهل عليا بصراحة في تقطيع الجلاش بالذات، ما بيدينيش بقى يعني ما بتخليش الحشوة تطلع معايا. لو موجودة عندك استخدميها، مش موجودة مفيش مشكلة، استخدمي السكينة العادية. شايفين بقى انا قطعتها ازاي؟ هدخلها بقى الفرن. بس قبل ما ادخلها الفرن باقي بصوا كمية سمنة قد ايه. يعني احنا ما استخدمناش نص الكوباية زي ما قلت لكم، ممكن نستخدم اقل. هحط شوية سمنة كده برضو على الوش عشان يديني تحميرة ولون حلو جدا في الاخر. وهدخلها الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة 200 لغاية ما تستوي معايا. شايفين بقى الجمال كده بعد ما خرجت معايا من الفرن؟ لونها تحفة ومقرمشة جدا. وهي سخنة كده ولسه خارجة من الفرن هننزل بالشربات على طول وهو بارد. لازم يكون بارد حبايبي عشان تحافظي على القرمشة بتاعت الجلاش. عايزة اقول لكم طعم الحشوة يا جماعة قشطة مش سميد خالص. احلى بكتير جدا من المهلبية اللي بالدقيق والنشا. لازم تجربوها. ممكن بقى تزينوها بأي مكسرات عندكم، ده فستق، ممكن سوداني أو أي حاجة متوفرة عندكم. أو لو مش حابة تزينيها مفيش أي مشكلة خالص. هتشرفك جدا في العزومات. مقرمشة جدا من بره ودايبة وطرية جدا من جوه، حاجة كده بتدوب في البق. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير لصحابكم وقرايبكم عشان يدعولكم على الوصفة الجميلة السهلة دي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسيبكم بقى مع صوت القرمشة التحفة ده.